اهلا بيكم معانا النهارده حلقه جديده. وحلقتنا النهارده ناس كتيره جدا دخلت سالتني عن الموضوع ده، وناس كتيره جدا حابه انها تستفسر عن الموضوع ده، فحبيت ان انا اعمل الحلقه دي عشان اجاوب على كل الاسئله اللي بتجيلي بخصوص الموضوع ده. وموضوعنا النهارده هيكون عن التخاطر. قبل ما تكمل الحلقه، لو ما تعرفش ايه هو التخاطر فادخل على الفيديو موجود في صفحتي مكتوب عليه التخاطر، بشرح فيه ايه هو التخاطر وازاي نعمله بالظبط. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن ازاي التخاطر يكون ناجح 100% ونتأكد من النتيجة بتاعته، وحاجات ممكن نعملها تخلينا نقوي التخاطر اكتر. وكمان هنتعرف ازاي نعرف الفرق بين ان احنا نحلم بشخص علشان احنا بنفكر فيه او مجرد حلم عادي، او هو عشان بيفكر فينا وعشان هو بيشتاق لينا عشان كده احلمنا بيه. وكمان هنتكلم عن الاخطاء اللي ممكن الناس تقع فيها علشان كده بيفشل معاهم التخاطر. ويلا بينا نبدأ حلقتنا بسرعة. اول حاجة اسباب فشل التخاطر. رقم واحد، ان الشخص اللي انت بتتخاطر معاه ما يكونش يعرفك اصلا او ما سمعش عنك قبل كده، وان انت بتكراش عليه من مكان زي السوشيال ميديا، او ان انت بتشوفه في مكان في شغلك بس هو ما يعرفكش اصلا ولا عمركم اتكلمتوا مع بعض. ده مش هيمنع التخاطر، ولكن هيكون استجابة التخاطر بالنسبة لك بطيئة جدا وتكاد تكون معدومة لو انت مش متمرس في موضوع التخاطر وعندك ذهن صافي وتقدر ان انت تتواصل مع اي حد ذهنيا. تاني حاجة، ان انت تكون بتتخاطر مع شخص هو اوريدي اصلا مرتبط او بيحب شخص تاني، فبالتالي التخاطر بتاعك مش هيوصل للشخص، او هيكون صعب قوي ان هو يحس مشاعر او يحس باي شيء ناحيتك، بسبب ان التخاطر ده بيتوجه ناحية شخص هو اصلا تفكيره مع انسانة تانية او مع شخص تاني، فبالتالي مش هيستجيب للتخاطر بتاعك. حتى لو هو التخاطر نجح ووصلت له في الحلم وتواصلت معاه، مش هتقدر ان انت تخلي مشاعره تتغير ناحيتك، لانه اوريدي بيحب شخص تاني. تالت حاجة، ان الشخص اللي انت بتتخاطر معاه يكون بيكرهك او مش بيحبك، او انت عندك مشاعر سلبية تجاه الشخص ده اذا كنت بتحبه او لا، ولكن ساعة التخاطر كان جواك مشاعر سلبية وطاقة سلبية ناحية الشخص ده. زي مثلا تكونوا متخانقين مع بعض، او في بينكم خلافات، او ان انت حابين ان انتوا تعاتبوا الشخص ده من خلال التخاطر. اي طاقة سلبية او مشاعر سلبية داخلكم، او شعور بالحزن او الضيق، هيوصل للشخص اللي انت بتتخاطر معاه، وبالتالي بدل ما يوصل له مشاعر ايجابية ومشاعر حب ومشاعر يخليه ان هو يقرب ليك اكتر، هيعمل نتيجة عكسية تماما وهيخليه يبعد عنك. وممكن كمان تصحى من النوم تلاقيه عامل لك بلوك. ودي حاجة على فكرة حصلت كتير، وناس كتيرة جدا دخلت سألتني ليه بعد التخاطر عمل لي بلوك. فانا لما كنت بسألهم ليه، لما كنت بسألهم هل هم كانوا عندهم مشاعر سلبية تجاه الشخص ده، او هم كانوا متخانقين مع بعض في الوقت ده، فكانوا دايما بيجاوبوني يقولوا لي ايوه فعلا انا كنت بعيط، انا كنت متضايقه، انا كنت حزينه، احنا كنا متخانقين مع بعض وكنت عايزه يرجع لي وكنت مشتاقه ليه بزياده. فالمشاعر اللي جوايا كانت فعلا سلبيه. فده غلط جدا، ويا ريت ان احنا نتجنب النقطه دي بالذات، لان دي ممكن ان هي تدمر علاقه كامله بمجرد ان هو المشاعر اللي بداخل الشخص اللي بيتخاطر مشاعر سلبيه. تمام، وكده نكون خلصنا الاخطاء او الحاجات اللي ممكن تخلي التخاطر يكون فاشل. وكمان في حاجة تانية، ان هي يكون الشخص اللي بيتخاطر او اللي هو بيعمل التخاطر يكون يعني ذهنه مش صافي، او ان هو ما بيعملش يعني دايما دماغه مشغولة بالافكار وما بيقدرش يركز في حاجة واحدة، او بيركز ساعة التمرين بتاع التخاطر بيفضل يفكر في كذا حاجة في نفس الوقت وما بيقدرش يصفي ذهنه. وده دليل على عدم صفاء الذهن، وعدم يعني دليل على ان الشخص ده اصلا مليان طاقة سلبية ومليان مشاكل كتير. فلازم قبل ما نبدأ ان احنا نعمل تخاطر لازم نصفي نفسنا من الطاقة السلبية. ولو ما تعرفوش ازاي تتخلصوا من الطاقة السلبية، في عندي فيديو موجود برضو اسمه الهولوتروبيك، تمرين الهولوتروبيك للتخلص من الطاقة السلبية. او مش ضروري ان انتوا تعملوا الهولوتروبيك، ولكن حاولوا ان انتوا تتنفسوا او تقفوا قدام البحر، او
يعني تعملوا اي حاجه تخلصكم من الطاقه السلبيه اللي جواكم، وما تسيبوش الطاقه السلبيه تتراكم جواكم، لان ده بيأثر على التخاطر وبيأثر على مشاعرك اتجاه الشخص التاني، وبيأثر على مشاعر الشخص التاني اتجاهك. فكده نكون خلصنا الاسباب اللي بتخلي التخاطر يكون فاشل. الحاجة التانية بقى اللي هنتكلم فيها هي ازاي اتأكد ان التخاطر نجح، او ايه الحاجات اللي ممكن اعملها تخلي التخاطر 100% نجح. اول حاجة لما تيجي تتخاطر مع شخص لازم يعني تحرص ان انت لما تكون بتتخاطر مع شخص معين ان انت يكون ما بينكم كلام، ومش مجرد سوشيال ميديا. لازم يعني عشان خاطر يكون 100% يكون ناجح، ده مش معناه ان انت متقدرش تخاطر معاه لو انت مفيش بينكم علاقات في الواقع، ولكن هيكون صعب شوية، ومش هيبقى اكيد ان هو تتواصلوا مع بعض لو انت مش يعني ما عندكش ان انت القدرة ان انت تتخاطر، او ان انت مش بتمارس التخاطر بسهولة مع شخص، او ممكن تكون مبتدئ في موضوع التخاطر. وعلى حسب، يعني في ناس اشخاص بيكونوا في ناس بيكونوا بيقدروا ان هم يتخاطروا مع اي شخص واي حد، وممكن كمان ان هم يسمعوا افكار الشخص اللي قدامهم مش زي ما بتشوفوا في الافلام وزي ما انتوا متوقعين، ولكن هتبداوا ان انتوا مثلا يجي في دماغكم فكره معينه او كلمه معينه الشخص اللي قدامكم كان بيقولها، فتلاقي نفسك ان انت بتقولها انت كمان، فيتفاجئ يقول لك ايه ده، او مثلا يكون بيغني في دماغه اغنيه معينه، او في اغنيه معينه يعني موجوده في دماغه، فتبدا ان انت تغنيها، فيستغرب يقول لك ايه ده، انا كنت الاغنيه دي معلقه في دماغي. دي ناس عندها قدره عاليه جدا على التخاطر، ويقدروا ان هم يتخاطروا مع اي شخص حتى لو ما كانش بينهم لقاء فعلي، ولكن اساسي ان هو يكون الشخص ده يكون عارفك، ويكون في بينكم كلام وعلاقه، مش مجرد معرفه سطحيه من بعيد. وتاني حاجه ايه هي، ان دي حاجه ما حدش اتكلم عنها قبل كده، ولكن ان انت لما تعوز تعمل تخاطر، او انتوا لما تحبوا ان انتوا تعملوا تخاطر مع شخص وتكونوا متأكدين 100% ان هو تخاطر ناجح فعلا، حاولوا ان انتوا يكون في سلام بالايدين بينك وبين الشخص التاني، لان ده يعني بيعمل زي حبل اسيري او تواصل روحي بينك وبين الشخص التاني، فبيكون سهل جدا ان انت تتواصل معاه في اي وقت لو انت متمرس او مش متمرس. ده بيخلي التخاطر 100% ناجح. فاحرص ان انت لو معجب بحد او معجبة بحد ان يكون في بينكم سلام ولو مرة على الاقل، ده هيخلي قوة التخاطر ما بينكم عالية جدا. وكمان التخاطر هيكون ناجح جدا لو الشخص او الطرف التاني اللي انت بتتخاطر معاه اوريدي في عنده مشاعر ناحيتك هو مش معترف بيها، وحاسس نفس المشاعر ناحيتك. فعلشان كده انت اصلا يعني ممكن يكون شخص بيحبك بس في بينكم توافق، فتبدأ تحس بنفس المشاعر ناحيته، وتبدأ ان انت تحس بنفس الانجذاب. ففي الوقت ده بيكون التخاطر في منتهى السهولة، لان الشخص ده اوريدي بيفكر فيك، واوريدي هو اصلا عنده مشاعر اتجاهك، فبيستقبل منك اي حاجة بكل سهولة. وازاي نعرف ان الشخص ده بيبادلنا نفس المشاعر، او ازاي كمان نعرف ان الشخص معين اشتاق لينا عشان كده احنا شفناه في حلمنا، مش مجرد ان احنا بنفكر فيه عشان كده شفناه. اول حاجة ان انت هتحلم بالشخص ده، وهيكون في الوقت اللي انت هتحلم بيه ان انت ما كنتش بتفكر فيه اصلا، ما كنتش حاطه في دماغك. في ناس كتيره جدا وبنات كتيره جدا بتيجي تسالني تقول لي انا حلمت بيه، هل ده معناه ان هو بيفكر فيا او الكلام ده؟ مش يعني، ودايما بينكروا ان هم متعلقين او ان هم بيفكروا فيهم. هو الفكرة ان انت بتحب شخص وطول الوقت في بالك، مش فكرة ان انت قاعدة تفكر دلوقتي مثلا في شخص معين تقول انا بفكر فيه او تفكر في ملامحه والكلام ده. لا، مش دي الفكرة. الفكرة ان انت بتكون مشتاق للشخص ده، فممكن تحلم بيه عادي جدا وما يكونش ده تخاطر منه، لان هو ممكن يتخاطر معاك او ان انت تشوف حلمك بسبب كتر التفكير فيك وكتر الاشياء ليك، فتبدأ ان انت تحلم بيه. تعرف الفرق منين؟ ان انت ما بتكونش بتفكر فيه ولا قبل ما تنام ولا طول اليوم، يعني هو ما جاش في بالك اصلا، فتتفاجئ ان انت تشوفه في حلمك. غير كده كمان ايه، لما بتصحى من النوم بتحس بمشاعر حب او اشتياق ناحيه الشخص ده، حتى لو انت اوريدي اصلا ما بتحبهوش، هتبدا ان انت تحس بمشاعر
قوية ناحية الشخص ده، وده بسبب مشاعره ناحيتك وتفكيره فيك. فعلشان كده انتقلت مشاعره او هو تخاطر معاك بدون وعي منه اصلا. فده معناه ان الشخص ده بيتخاطر معاك او ان هو بيشتاق ليك وبيفكر فيك جدا. فكده تعرف حقيقة مشاعره، وتعرف ان الشخص ده التخاطر معاه ناجح جدا، وتقدر ان انت تتخاطر معاه وتوصل له اي رسالة. هو مش هيعرف ان ده تخاطر لو ما يعرفش ايه هو التخاطر، ولو ما بيتفرجش عليا. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم وافادتكم. ولو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك، سبسكرايب للقناه بتاعتي، واعملوا شير للفيديو لاي حد عايزينه يستفيد من الفيديو بتاعي. واكتبوا لي في كومنتات تحت اي اسئله عندكم. وما تنسوش تشتركوا عندي في الانستجرام والتيك توك. موجود عندي في الانستجرام، تقدروا تتواصلوا معايا واستشارات مجانيه في اي وقت. اي حد محتاج حاجه يقدر يتواصل معايا على الانستا. والتيك توك انا بفتح فيه لايفات، وبرده بجاوب على اسئله اي حد. فاي حد حابب ان هو يتواصل معايا اشتركوا في التيك توك والانستا. وميرسي جدا ليكم. باي.